نعمل التورتايه مع بعض ونقول كل الاسرار من الالف للياء. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعايا 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ. النهارده هعمل التورتايه بتاعتي بالسبونج الجاهز، وان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني هعملها بالسبونج البيتي، هقول لكم ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي. اول حاجه نزلت ب6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، نص كوبايه من الميه، عليهم نص كيلو سبونج فانيليا جاهز شاريينه. تمام. ننزل بمعلقه صغيره من المحسن الجل، وده طبعا موجود عند بتوع مستلزمات الحلويات، ممكن تجيبي الباكو ب10 جنيه. وطبعا انا عندي وسواس من البيض، فحطيت باكو من الفانيليا. طبعا الفانيليا دلوقتي الباكو بقى كبير. اديتهم تقليبه كده على المشي عشان الدقيق بتاعنا ما يطرش، وشغلت عليهم العجان لمده 10 دقايق او 7 دقايق لحد ما القوام بتاعنا يتضاعف زي ما انتوا شايفين. عندكيش عجان بالمضرب لحد القوام ما يتضاعف ويفتح معاكي. بعد كده بجيب الصينيه بتاعتي مقاس 20 طبعا عاليه. ضفت فيها ورقه زبده، ما حبيتش ان انا ابطنها بصراحه بورق زبده في الجوانب، ونزلت بالخليط واديته خبطتين كده، وبعدين مشيت فيه خله شيش طاووق عشان ما يبقاش فيه فراغات ويبقى طالع مظبوط. فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180، بحطها على الرف من تحت، الفرن شغال من تحت بس. بسيبها بياخد حوالي ساعه في الفرن، ساعة وبيكون السبونج بتاعك الكيك بتاعك جاهز. تمام. بعد كده اول ما بتطلع من الفرن ببتدي ان انا اجيب شبكة كده زي ما انتوا شايفين واقلبها عليها، وابتدي اشيل ورقة الزبدة كده زي ما شايفين، وبسيبها تبرد. شايفين الارتفاع ما شاء الله تبارك الله. طبعا لو عايزة ارتفاع اعلى من كده صغري مقاس الصينية. تمام. عايزه ارتفاع اقل من كده وسعي كبري الصينيه. بعد كده قبل ما تعملي التورتايه يفضل ان انت تعملي الاسبونج قبلها بيوم، بيكون افضل كتير جدا ومفرفتش معاكي. تمام. انا عملتها، وطبعا لما بنيجي نحتفظ بيها بنشيلها في كيس زي ما انتوا شفتوا معايا كده. بعد كده بقطعها بالمنشار، بسكينه منشار، باي حاجه موجوده عندك. انا حاطه ورقه الزبده من على الوش عشان اسند عليها عشان ما تلزقش في ايدي. تمام. قطعتها زي ما انتوا شايفين من جوه ما شاء الله تبارك الله، مفيهاش فراغات ولا اي حاجه. بعد كده بشيل الوش اللي هو زفاره البيض. طيب اعرف انا محتاجه كريمه قد ايه؟ الكريمه بتبقى نص مقدار الدقيق بتاع الاسبونج. يعني انا عامله نص الاسبونج، هحط ربع كريمه. ربع الكريمه ربع الكريمه بياخد كوبايه من السكر البودر، وحوالي كوبايتين الا ربع من الحليب او الميه الساقعه، ده او الحليب الساقع او الميه الساقعه، مفيش اي مشكله. تمام. بعد كده بجيب اهو البورده بتاعتي واحط عليها شويه من الكريم شانتيه، وانزل بطبقه الكيك بتاعي. الكريم شانتيه بحطه عشان يثبت معايا الكيكه ما تتحركش. تمام. بعد ما ضربت الكريمه طبعا ضفتها في كيس كده، وده اسهل حاجه انك تقدري تحطي الكريمه على الكيكه. طبعا انا اي حاجه انت حابه عايزه تعمليها شوكولاته، حابه ان انت تحطي فيها صوصات زي ما تحبي. انا كان عندي صوص فراوله، حبيت ان انا احط صوص فراوله من جوه كده. طيب انا بسقيها بايه؟ بكون جايبه كوبايه من الميه من الفلتر عاديه خالص، بحط فيها حوالي 4 معالق كبار من السكر، وبقلبهم كويس جدا، وبحطهم في الازازه بتاعتي دي، وبسقي بيها الكيكه. تمام. ما تحاوليش تستخدمي شربات عشان ممكن تقلب معاكي طعم الحلويات الشرقيه. فخلاص فنخلينا كده، حطينا الطبقات، سقينا الكيك، حطينا الكريمه، حطينا الصوصات اللي احنا عايزينها، كله كده خطوه بخطوه مع بعض. تمام. هنبتدي بقى ان احنا دي اخر طبقه معايا. هنبتدي بقى شايفين وزع الكريمه بالكيس. الكريمه لما بتتوزع بالكيس بتكون افضل جدا في التمليس، ان انا املسها واظبطها على الكيك. هبتدي بقى ان انا اظبطها كده واحده واحده، وما تستعجليش، كل حاجه بتتظبط. لقيتي فتحات كده ارجعي لها بحته من الكريم، مفيش اي مشكله. انت بقى هتحطي كريمه كتير، حطي كريمه شويه، هي هنا لسه عايزه شويه من الكريمه اهو. دي اخر حاجه نحطها من الكريمه. تمام. كريمتها مش كتير، محدش يقول الكريمه كتير، كريمه مظبوطه جدا جدا، مش الكريمه اللي هي الاوفر اللي تحسي ان انت بتاكلي كريمه بس، لا بجد مظبوطه جدا. لما تيجي تسحبي بالسكرابر بتاعك حاولي ان يبقى نايم كده، ما تسحبيش بطرف عشان ما يلمش معاكي الكريمه. لو لم معاكي كريمه اعرفي ان انت كده بتسحبيه غلط. تمام. نبتدي بقى ان احنا نظبط شكلها كده والنعمه،
واحنا بننعمها بنبل السكرابر عشان يطلع معانا الكيكه ناعمه وجميله. بعد كده بجيب بقى كيس حلواني بحط فيه البلبله اهو، اي شكل بقى انت حباه، وببتدي ان انا اعمل عليها روزيتات كده من فوق. طبعا الفينش الاخراني ده بتاعك اللي انت عايزاه اعمليه. حابه ان انت تلوني الكريمه مفيش اي مشكله، حابه ان انت تعمليها فانيليا وتحط لها صوص شوكولاته من فوق، اللي انت عايزاه استخدميه مفيش اي مشكله. احنا قلنا الاساسيات، الاسبونج، درجه الحراره يتعمل ازاي، كل حاجه. انا هنا كنت عايزه اعمل عليها قلوب، قلوب حمراء، فحاولت ان انا ارسم القلوب. طبعا انا ما عنديش البلبله اللي برسم بيها، فرسمت بالكيس كده. فزي ما تطلع هي كده كده التورتيه كانت عيد ميلاد بنتي، وهي كانت حابه الشكل ده تمام، وطلعت حلوه والله العظيم وجميله. بعد ما رسمت القلوب كده زي ما انتم شايفين، جبت شويه من الكريمه وحطيت لهم لون طعام احمر. ابتديت ان احط اللون بالتدريج لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. ولو انت هتعملي تورتايه بالوان، بتضربي الكريمه وتخمريها في التلاجة ساعتين 3، اللون بيفرق جدا تمام. بعد ما ضربتها كويس، حطيت بقى الكريمه اللي هي ملونه في الكيس الحلواني الصغنن ده اللي هو كيس الصوصات، وابتديت ان انا اعيد عليها. وطبعا كتبت عليها هابي بيرث داي جانا، انتي حابه تكتبي عليها زي ما انت عايزه. وده شكلها النهائي تحفه والله العظيم. لو هتشتروها من بره بمبلغ قدره كفايه هشاشتها وطراوتها وطعمها. التورت اللي بتتعمل في البيت او يعني حد شغال من البيت هاندي ميد، عايزه اقول لكم ملهاش علاقه بالتورت اللي موجوده في المحلات، والله العظيم احلى 100 مره وانضف. كفايه ان كل حاجه شايفاها بعينيك. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.